السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أنا الليلة إن شاء الله الطبيخ بتاعي عبارة عن ملوخية مخروطة. طيب هنا أنا في الأول حمرت البصل بعد ما بقى لونه بني، حتى بعد ذاك تاني أضفت له اللحمة بعد ما اللحمة نقطت. بعد ده قمت يعني اللحمة بتاخد وقت بعد ما طنجت. بعد ما نقطت أنا قمت الملوخية كانت في الفريزر، طلعتها خديت في الميكروويف لغاية ما فكت. بعد ده قمت أضفتها الشوربة بتاعتها. يعني هسي زي ما شايفين لسه في آثار ما تفكت. بحاول أفكها شوية شوية. طيب تقريبا هي كلها فكت هنا، بقت بمستوى واحد يعني. هنا في شوية. طيب هنا أخذت لها طبعا البهارات اللي هي الكزبرة والفلفل، شوية من الفلفل الأبيض، وقرفة، حبهان، ملح، وطبعا لازم طبعا الثوم. أنا ما بعمل لها قدحة، بس بكتفي بأنه الثوم بيكون داخل الطبخة ذاتها. يعني واحدين بيعملوا لها قدحة بتاع الثوم، لكن أنا ما بعمل الحاجة دي يعني. طيب كده خلاص احنا الملوخية بتاعتنا خلاص جهزت. أنا أصلا كنت يعني مخلية النار بتاعتها شوية مخفضة عشان طنجت براحتها. طيب هعمل معاها رز أبيض بسمتي عشان يتاكلوا الاتنين مع بعض. في ناس بياكلوها طبعا بالعيش، وفي ناس بياكلوها مع الرز. نحن عندنا كده وكده، يعني ناس بياكلوها بالعيش، أقصد يعني الرغيف، وناس بياكلوها بالرز. طيب في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهنا وراحة بال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.